never died. الفنان لا يموت، فله كل الود والتقدير والاحترام، وهو يوقع في دفتر حضور وطن قراء سطر واحد للبدوي عبد الرحمن. مباشرة لمن قال حبيبك يعنينا حبيبك، حبيب قلبي بهاديبك، وما تهتم للأيام سيبك منه سيبك. ومن قال وضاح يا فجر المشارق غابت الأبنوس عيوني بهذه الأعين التي تنظر إليك. تقدم أستاذي أزهري محمد علي الشاعر الجميل المتفرد، أستاذنا الذي تعلمنا منه الكثير والكثير جدا، وهو من قام بمقدمة ديوان وطن قرى سطر واحد، ونعرف أنه لا يجامل، فحق لك أن تفتخر بذلك بدوي عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم جميعا أولا، والتحية لدار أعزة الطباعة والنشر على هذه الجرأة وعلى هذه الإضاءة المهمة جدا لتحمل تكلفة النشر لجيل يؤكد حضوره من خلال إنتاج نص شعري متمرد ومتجاوز ومختحل لكثير جدا من القطع التقليدية. يوم المحبة والتحية بشكل خاص لأخونا نور الهدى لانحيازه لجيل الشباب في حركة النشر. التحية أيضا لقاعة الشارع، هذا المنبر اللي بيلتقوا فيه الناس صباحا ونهارا ومساء لإسراء حركة الثقافة والمعرفة، وهذا شيء طبيعي جدا لمؤسسة بتنتمي لجامعة الخرطوم اللي ظلت عبر التاريخ الطويل عقود من الزمان تضيء الحركة الثقافية والاجتماعية والسياسية، وتتحول لأداة أساسية لحركة التغيير دائما للأفضل وللأجمل. والتحية للبدوي له كل المحبة وكل التقدير، وهو يأتينا مكتوبا عبر هذه الإصدار وطن كراس سطر واحد. والمغايرة حتى في العنوان تدل على جرأة في تناول مداخل في حركة الكتابة نفسها. أنا دائما مفتون بالكتب بحاجتين في المقام الأول. أفتكر إنه بيدوك المفاتيح الأولية لتدخل مقارة الشاعر ودهاليزه وتتجول في مساحاته في الفضاءات الداخلية كما تشتهي. العنوان ويسمى الإهداء في تقديري كان موفق جدا في اختيار العنوان، كما أنه كان صادق جدا وهو بيهدي الديوان لأهله لأسرته لمنطقته ولزملائه له المحبة والتقدير. وأنا تشرفت بأن أكتب مقدمة هذا الديوان على قلة الكلمات التي كتبتها في المقدمة، لكن بفتكر أنه كتابة المقدمة لأي ديوان هي جزء لا يتجزأ من طبيعة تكوين الديوان نفسه، وهي مسؤولية وهي شهادة للتاريخ. كما ذكر أخونا الدكتور عوض إبراهيم عوض، وعوض أنا كنت أتمنى أنه يكون موجود عشان نشر ذاكرته تجاه أشياء كثيرة كانت تتعلق بجيلنا، في كمية المعاناة اللي عاناها هذا الجيل حتى يحظى بعد سنوات طويلة من الجهد المضني على كلمة أستاذ. ما كان الشارع يتفضل لك بهذه الكلمة بأخوي وأخوك يعني. كانت عصية وصعبة. أنا كنت موظف صغير بشركة الصداقة للمنسوجات بالحصحيصة، بحرص على حضور ندوة الأربعاء بنادي الخريجين، ندوة اتحاد الشعراء برئاسة الراحل المغير مبارك المغربي، وكنت بلتقي بمجموعة من الشباب في العشرينات كأدابنا بنبدأ حركة الكتابة، كان من بينهم عوض إبراهيم عوض، فتح الله إبراهيم وعمر بشير والطيب أبو عوض وآخرين.
أنا دائما بحكي بقول إن أنا كنت بيجي من الحصحيصة يوم الأربعاء وبرجع بعد الندوة مباشرة. مرات كثيرة برجع بعد ما أصل للتفتيش بتاع سوبر عشان ألقى أي وسيلة توصلني على عدة مراحل للمسير من كاملين للحصحيصة في وش الصباح لليلة أنت بتكون جيت حضرتها ولم تشارك فيها، لكن بتكتفي بأنك بتسمع. حركة الكتاب والمقدمة يعني أنا أول ما جيت ابتديت عوض بن عوض وسمعت للمرة الأولى بيقول في المرة دي مرقت لأول مرة أصوات من صراصير المدينة النايمة كانت في الصوامع، وأصوات مبحثرة في الحقول ومعها أصوات في الجوانب، والصراع عدى أسوار المدينة وخش في كل المواضع، والزمان وقف خطاه عشان يسمع الصوت اللي بيصهر في الشوارع. أصله كان يسهر في المسامع، أصله كان صوت الغلابة اللي كانوا نايمين في الشوارع. سمعتها لأول مرة وما زلت أحفظها. كان بيننا كجيل محبة عالية، ولكن بالتأكيد كنا بنشكل حالة غريبة في وسط مجموعة من الشعراء الكبار، لأنه باستمرار القديم عنده مضادات كثيرة تجاه الجديد. ولذلك أنا بقول لإخواننا ولأبنائنا من الشعراء الشباب يعني أنتم محظوظين، ولكنكم أيضا بتتحملوا مسؤولية كبيرة جدا، لأنكم بتبقوا ناس استطاعوا أن ينتجوا مشروعات ثقافية، وبالتالي تركوا لكم هذه الأبواب مفتوحة، ولكن تركوا لكم سلطة بتاعت أسماء كبيرة عشان تتجاوزوها. عندكم مشكلة قد تكون التجربة ما بحجم الاسم، لكن سلطة الاسم بتهزم كثير من التجارب، كما أنه نصوص الشاعر نفسه ممكن تهزمه في كثير من الحالات. ونحن بنعرف كثير من الشعراء كتبوا قصائد ما استطاعوا يتجاوزوها فيما بعد، وشكلت هزيمة عظيمة لمشروعنا الثقافي. أنا أتمنى إنه وطن كراس سطر واحد يبقى بداية للبدوي لينتصر على كثير من المراحل. أنا ما داير أطيل، وأنا حرصت على الحضور في هذه الأمسية بالرغم من ارتباطي بعدة التزامات، لكن استاذنكم في الانصراف وأقدم تهنئة مرة ثانية للبدوي ولأسرته ولكل أصدقائه اللي بيحتفوا به في هذه الأمسية. وبالتأكيد هي ما أمسية للدراسات نقدية حول الديوان بقدر ما هي احتفال بالتوقيع على الديوان وتدشينه وتمليكه فيما بعد للناس في المكتبات. بالتأكيد هو إضافة لحركة الشعر السوداني، وإضافة لحركة الشعر العامي. ونحن دائما تعودنا نقول إنه يعني ما بنقدر نقول والله هذا الجيل بيصمت خشمه كده كله بيعمل في عمل جيد، ده ما بنقدر نقول كده. كما إنه ما بنقدر نقول كل السابقين أدوا يعني أدوار جيدة. باستمرار يا إخواننا في أي مرحلة من المراحل في أي مجتمع من المجتمعات بتوجد مدارس متعددة، بتوجد مستويات متعددة، وفي ثقافات تقليدية بتظل قائمة، في ثقافات متجاوزة، وفي ثقافات متأخرة. خلينا نقول متأخرة عشان ما نقول هابطة ولا متواضعة ولا كده ونجرح الآخرين، لأنه في حد ذاته أن تكون بتنتج فعل ثقافي ده جمالي، ولكن كيف تتوفر الوسائل للارتقاء به وللأجمل دي بتبقى مسؤوليتنا كلنا كمجتمع وكمثقفين. إذا كنا بنفتكر إننا فعلا مثقفين عندنا دور في حركة التغيير، لأنه الشعر لم يعد نافلة من نوافل القول ولا هو طرف ذهني، وإنما وسيلة لإحداث الوعي الاجتماعي المطلوب، وسيلة لخلق التنوير الثقافي المطلوب، ووسيلة للإعلام بقيم الخير والمحبة والجمال والسلام، السلام الداخلي للنفس البشرية والسلام لمجتمعنا اللي احنا أحوج ما نكون الآن، لأن نحافظ على هذا النسيج المجتمعي عشان يجينا صوت زي البدوي من النهود، ويجينا زول زي علي العباس من نيالا، ويجينا زول زي حميد من نوري، ويجينا زول من زي كجراي من شرق، وهكذا. الثقافة السودانية بتجي بهذا التنوع الثقافي، بهذا الصراع الثقافي، بهذا الأمان والسلام الداخلي لمجتمعنا. مسؤوليتنا كلنا، نحن دائما بنقول إنه الآن المسؤولية ليست مسؤولية الساسة، وإنما مسؤولية المثقفين. ما يحدث في السودان ليس أزمة سياسة، وإنما هو أزمة ثقافة. المثقفين استطاعوا أن يعملوا دورهم ويؤدوا أدوارهم بإخلاص وبصدق وبمحبة وبجمال، نستطيع أن ننتصر على كثير من الحالات السالبة
في مجتمعنا وفي حياتنا، وبالتالي نستطيع أن نلحق بالآخرين. شكرا لك يا البدوي كثير، شكرا لأسرتك ولكل الذين ساهموا في وصول هذا الديوان للقراء وللمكتبات، وشكرا لك يا عبد الملك على هذه الحفاوة وهذا التقديم وهذا التقدير، وشكرا لك يا نصر الدين على الأداء الطيب جدا جدا جدا. ربنا يديك العافية ودائما نسمعك في كل هذه الجوانب. شكرا. السلام. إلا أقله وأعذبه وأجمله. البدوي عبد الرحمن كان متمني أسمع عزمي الإمام هذا الصديق القادم من الخلف إلى الأمام، عزمي القريش، مجموعة من الشباب مفروض أسمعهم، لكن زمن القاعة ما في أي طريقة غير نسمع البدوي. نحن محتفلين به وهو محتفل بنيتنا له. فالتوقيع للبدوي عبد الرحمن صاحب الديوان الغرامي والوطني والحبي وكل ما هو جميل، فكأنما في التصفح بتاع الفهرسة ننوه لأنه الديوان موجود خارج القاعة. أول ما الناس تطلع بتلقى الديوان، اللي عايز يشتري نسخ بيلقى النسخ، وأول ما تخلصوا على يمين القاعة بتلقوا الضيافة، لأنه ممنوع هنا دخول أي حاجة إلا للمنصة. هنا نحن محظوظين سهلة. فوطن قراء سطر واحد، كأنما داخل هذا الوطن جعل البدوي عبد الرحمن مدينة لأوهامه، فكان النص مدينة الأوهام. وكأنما يصف الحبيبة بقوله في قصيدته كانت هنا، وكأنما تغيرت هذه الحبيبة فأنتج قصيدة جديدة اتغيرت ما زي زمان. فحينما تغيرت الحبيبة تألم الجسد فصار الجسد الجريح، وما زال يثرثر مع نفسه أنساك كيف. وخاصة لحظة مروقي اتأملت ولقى فيك جيل تالف، لكن بيت الروح لسه بيناتنا حي، لأنه مسبحة النجوم متغدى متلألئة في بلادي، ولأنه بلدنا ذاته الميس ده كله داخل وطن قراء سطر واحد. فما بالك إذا كان سطرين أو 10 سطور. لك المنصة والمساحة المحتفى به البدوي عبد الرحمن أحمد. أتمنى أن تكون على يساري لتكون الأقرب إلى قلبي، لأنك الأقرب إلى قلبي. حيوا يا شباب.